النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن المنتحر أنه في النار. ذلك أورده البخاري في صحيحه برقم 5778. يقول يعني أن الشخص اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. إلى باقي الرواية، يعني لا تتكلم يأتي بحديدة يضرب نفسه فتخرج أو تأتي بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها. لكن أنا أصمم على رواية التردي من الجبل. ليه؟ لأن عندي في البخاري نسب، وأنا أصر على لفظ نسب، في البخاري في حديث 6500 أو 581 النبي يحاول الانتحار بالحديدة، بالنار لا، بالتردي من شواهق الجبال. طبعا الرواية طويلة تتكلم عن الوحي وما إلى ذلك، إلى أن يقول: لم ينشب ورقة، أي ورقة بن نوفل، أن توفي وفتر الوحي، أي تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، أي أن ذلك لم يحدث مرة واحدة بل مرارا، يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة، يريد أن يتردى يعني، أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه أو يلقي منه نفسه، تبدى له جبرائيل أو جبريل كما تقول الرواية، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. يعني أراد أن يتردى من شواهق الجبال مرارا. فأجيبونا يا أهل السنة. طبعا هذه الرواية بها عدة إشكالات. الإشكال الأول: هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندكم أراد الانتحار لما تأخر الوحي؟ طيب، إيه السبب اللي خلاه يريد الانتحار؟ يعني هل تأخر الوحي سبب يستدعي أنه يريد الانتحار؟ يعني هل لشخص علم أنه رسول الله، فعلم أن هناك إله، وعلم أنه نبي، وأنه مكلف برسالة، فيكون القرار منه أنه يلقي بنفسه ويترك رسالته؟ هل دي عقيدة أهل السنة في النبي؟ السؤال الثاني: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث بشيء ويأتي بخلافه؟ السؤال الثالث، وهو سؤال في غاية الأهمية: من الشخص الذي يحاول الانتحار؟ أتكلم عن الناحية النفسية. هل الشخص الذي يحاول الانتحار يكون سوي نفسيا أم بخلاف ذلك؟ لكم الحكم. انتوا، أنا بنطرح المسائل عند